بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اليوم إن شاء الله راح نديرو مع بعض هذا الطبق رمضاني بامتياز، وهو طاجين اليقطين الكاذب بمقادير جد سهلة. رافقته مع طاجين الزيتون. كما راكم تشوفوا الحبات يجيو بزاف هايلين. نديرو جامل الفيديو، نبداو مباشرة في طريقة التحضير. هنا حطيت لاكوكوط تاعي على النار، حطيت عليها حوالي 2 مغارف ولا 3 من الزيت العادي، وكميه قليله من السمن. عندي كميه من البصله والثوم مرحيين، وحبه جزر قطعتها الى دوائر. عندي ربطه من الحشيش، وحطيت هنا كركاسه فقط باش نبنن المرق تاعي. وعندي ايضا كميه من الزيتون اللي كنت غليته 2 مرات، المره الاولى والمره الثانيه درت له السكر باش هكذا نتخلص من الملوحه والمراره اللي فيه. وكي تغليو الزيتون تاعكم ديروا له شريحه من الليمون باش يحافظ على اللون تاعو. بالنسبه للتوابل حطيت راس الحانوت، فلفل كحل، ملح، حطيت كميه من الكزبر. نخلي المرق تاعي يتقلى جيدا. بعدها نمرق بما يكون سخون. من جهه واحده اخرى عندي نصف صدر دجاج مرحي، حطيت معاه كميه من البصله والثوم مرحيين، كميه من الدبشه. بالنسبه للتوابل حطيت ملح، كمون، فلفل كحل. عندي توابل دجاج وكميه من الكمون. عندي بيضه، راح نحط القليل فقط من البياض، ما نحطوهش كامل. ونضيف ملعقه من لاشابلور، ملعقه متوسطه، يعني ضيفوا بالعقل ولموا حتى تتحصلوا على قوام مليح، وما تكثروش لاشابلور باش ما يجيش غالب على الدجاج. نعجن الخليط تاعي جيدا. هنايا كنت ضفت له ملعقه صغيره من لا مارغرين تكون طريه، رايحه تحافظ لي على الطراوه تاع الدجاج تاعي. من جهه جبت كميه من الجبن المبشور وكميه من الجبن الطري، ونخلطهم مع بعض حتى نتحصل على شكل عجينه. ونجي نشكل اليقطينات تاعي ولا الحبات تاع الكابويا. درت بابي فيلم وحطيت كميه من الدجاج، خبزتها على شكل دائره، ونحط في وسطها كميه مليحه من الجبن، نديروها على شكل دائره. بعدها نقفلو. نتوما تحبوا تحشيوه بال اللحم مرحي والله نتوما احرار. انا كان متوفر معايا فقط الدجاج بالجبن، وجاء بزاف بنين وبزاف هايل. نغلق جيدا الدجاج تاعي باش هكذا نضمن انه الجبن ما يخرجش. بعدها نلم البابي فيلم بهذه الطريقه، ونزير على الحبه هكذا باش نتحصل على شكل دائري. راح نخدم معكم الحبه الثانيه بنفس الطريقه. هذه الكميه تاع الدجاج يعني راح تخرج لكم حوالي 6 حبات ولا 6 يقطينات. الحجم تاعهم يكون متوسط، يعني ما همش صغار بزاف وما همش كبار بزاف. بالنسبه للجبن، كي تخلطوا الجبن المبشور مع الجبن الطري راح يعطيكم نتيجه بزاف مليحه، وراح يزيد لكم ايضا في البنه. كما قلت لكم هنايا كي تجيو تلموها ضروري انكم تغلقوا الدجاج تاعكم جيدا باش تضمنوا انه الجبن ما يخرجش. يعني طريقه التشكيل راهي بزاف سهله. هنا كنت ربطت الحبه الاولى، راح نشارك معكم الحبه الثانيه كيفاش نربطوها. جبت هذا الخيط يعني سبيسيال تاع دايرته سبيسيال للمطبخ، للدجاج المحمر والعفايس اللي كيما هكذا. انا قطعت خيط يكون شويه طويل، ونربط الربطه الاولى هكذا في الوسط. بعدها نزيد الربطه الثانيه على شكل مربع. هنايا كي تربطوا زيروا شويه برك، يعني ماشي بزاف، جوست ما تسمركه برك، لانه كان زيروا بزاف رايح الجبن يخرج لكم من هذوك الفراغات. كما راكم تشوفوا يعني العمليه راهي سهله. هذه العمليه انا جاتني اسهل من انكم كي ديروا 4 خيوط ولا 6 وتظلوا تربطوا بالزوج مع بعض بهذه الطريقه. بعدها نقطع الزائد تاع الخيط بهذه الطريقه. كما شفتوا انا كنت خدمت 5 يقطينات.
دوكا كل حبة نديرها في بابي فيلم ونحطوهم يفوروا مدة حوالي ربع ساعة ولا 20 دقيقة راحين يكونوا جاهزين، لأنه الدجاج المرحي يعني ما فيه حتى روح، رايح يطيب بكل سهولة. وزيد الطبقة ماهيش خشينة بزاف. هنا بعد ما فارولي نجي نفتحهم، نحي لهم هذاك البابي فيلم ونحمروهم باش يديونا تحميره مليحه. حطيتهم في بلاطو يدخل الفرن، كنت دهنتهم بشويه مارغرين وخلطتها مع شويه بابريكا، ودخلتهم للفرن وخليتهم يديو لي هذيك التحميره الباهيه بهذه الطريقه. بعدها رجعتهم للمرق، تشربوا لي هذاك المرق. وفي التقديم زينوا كيما حبيتوا. انا في البدايه درت لهم هذاك النهايه تاع الفلفل، ومن بعد درت لهم غير هكذا الدبشه، يعني زينوهم كيما حبيتوا. كان هذا هو الشكل النهائي للطبق تاعي، جاء بزاف بنين. راح اكيد نقسم معكم حبه تشوفوها كيفاش جات من داخل، جات بزاف بنينه. مام الشكل تاعو يعني بزاف راقي. كي ديروه هكذا للضيوف ولا الافراد العائله تاعكم، رايح يحمر لكم وجهكم. شوفوا هنا الجبن كيفاش يذوب معنا، يجي ما شاء الله.